مرقة القرنبيط من الوصفات السهلة وسريعة ولذيذة بنفس الوقت. جدر، نحط زيت، نضيف له بصل مثروم، نضيف له لحم مفروم، نقلب بشكل جيد. هنا كان اللحم شوية جامد فعادي هو يفوق بسرعة يستوي. ضفنا له ملح، فلفل أسود، كمون، كركم. نقلبهم بشكل جيد لحد ما يختفون القطع الحمر، يعني لحد ما يستوي اللحم كله. بهاي الأثناء نكون احنا حضرنا القرنبيط وغسلناه وقطعناه بهاي أشكال الحلوة. شوية قطع خليها كبار، يعني مو كلش صغار، وسط وسط أفضل. نقلبهم حتى ياخذون النكهة. نغطيه شفت 5 دقايق. نحضر بهذه الأثناء طماطة نمردها بالخلاط، نصفيها ونضيفها للقرنبيط واللحم ونتركها على نار عالية تغلي فور زين، وبعدين نص النار. طبعا ما احكي لكم وصفة تجنن، كلش طيبة وسهلة وبدون ما تتعذبون بسلق سلق القرنبيط قبل الوقت. لا تنسون إذا عجبتكم الوصفة لايك واشتراك بالقناة وشاركوها مع الأصدقاء إذا ممكن. شكرا للمتابعة.